كلنا نتحمس ان احنا نخلص الحاجات اللي عندنا ونبطل اوفر كونسيوم، ونبطل روح البلوجر اللي جوانا اللي كل ما حاجه تطلع جديده لازم نجربها بنفسنا. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا مبسوطين وبخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هتكون فكرته مختلفه، او اتمنى يعني انها تكون مختلفه. بصوا، هو يعني انا هوريكم الحاجات اللي انا هستخدمها في شهر 8، وكأنها مشتريات، بس هي في الحقيقه مش مشتريات خالص، هي حاجات مشتريات قديمه جدا. بقالها اللي بقاله سنة واللي بقاله سنة ونص، حاجات مركونة واتطربت وبطلت استخدمها لأسباب كتيرة هقولها لكم دلوقتي، يعني هقولها لكم بعد المقدمة. فقررت ان انا هجمعها كأنها حاجات لسه جديدة، كأنها حاجات انا لسه شارياها، وهقول لكم ان انا هستخدمها خلال شهر 8. وهحاول ان دي تبقى حاجة اعملها كل شهر، ان انا هوريكم ايه الحاجات اللي انا هستخدمها الشهر ده، وهحاول اخلصها واخلص منها. لان انا عارفة متأكدة ان انتوا كمان عندكم حاجات في البيت اتطربت ومركونة كده في اخر الدرج، في اخر الدولاب، في اخر التسريحة، ومش بتستخدموها. فالفيديو ده عشان اشجعكم ان انتوا تستخدموا الحاجات اللي بقالها فتره عندكم، وان احنا نبطل كل ما نشوف حاجه جديده نروح نشتريها، حاجه جديده نروح نشتريها ونرمي، او مش نرمي، نزق ونخزن القديم ونجيب جديد ونستخدمه. فعايزين بقى ان احنا نعمل زي حمله كده ان احنا نرجع نستخدم الحاجات الجديده. فلو مهتمين بمحتوى الفيديو كملوا للاخر، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك واعملوا سبسكرايب للشانل لو لسه ما عملتوش. ويلا بينا نبدا في الفيديو على طول. اول حاجه هبدا بيها هي ان انا هقول لكم قصه الفيديو ده او الفكره دي جات لي ازاي. بصوا، انا كنت بحب اللي هو بادي كريم ده من باث اند بادي وركس، اللي هو اسمه داليا. كنت جايباه طبعا من قبل الفتره بتاعه المقاطعه بكتير كمان، يعني بقاله عندي تقريبا يجي سنتين، لان كنت بكرره كتير، كنت بجيبه كتير من ساعه ما عملوا اللاين بتاع داليا ده، وانا كنت بجيبه كتير، سواء البادي ميست او البادي كريم او البادي لوشن او الشاور جel، كنت بحبه جدا. فكنت جايبه ده اخر حاجه لوحده كده، وركنته بقى عندي في الحمام كده، عندي درج كده بركن فيه الحاجات يعني. فكنت ركناه بقى على اساس ايه، انه حاجات المقاطعه جت، فقلت ايه، هجيب بقى حاجات مصريه، منتجات مصريه. هي هوجه كده جات لنا ساعه المقاطعه ان احنا مش نستخدم الحاجات اللي عندنا في البيت، لا، احنا رحنا اشترينا منتجات مصريه، او منتجات يعني ايه مش تبع المقاطعة. طب ما كنا يعني حرام، الحاجات دي احنا دافعين فيها فلوس فنستخدمها. المهم يعني، فافتكرته بقى مؤخرا كده من تقريبا 3 4 ايام او اسبوع كده، فجيت افتحه لقيته بينزل زيت. يعني هو دلوقتي هو اتعدل، انا رجيته الحمد لله طلع ما بصش. رجيته كده كويس ومش عارفه ايه، فلقيته رجع ينزل تاني. فقلت لا، يعني دي لازم احنا اللي محتاجين نقف هنا. هنا سأسكت قليلا، محتاجين نقف وقفة مع نفسنا كده. الحاجات دي احنا جبناها ودفعنا فيها فلوس، فلازم نستخدمها ونستفيد منها. انا هستفاد ايه والمقاطعة هتستفاد ايه لما ارميه؟ ما انا خلاص اشتريته ومش هينفع ارجعه، ده بقاله سنتين. فقررت بقى ان انا هستخدم كل الحاجات اللي عندي اللي مركونة واللي لمت تراب. هو انا ما فيش حاجة عندي لمت تراب عشان انا يعني بشيلهم وبحافظ عليهم، فما فيش حاجة لمت تراب، بس الحاجات المركونة اللي خلاص فاضل لها شهرين وصلاحيتها تخلص كده، يعني الحاجات دي كلها. وقلت اشجعكم انتوا كمان بالمره ان انتوا تعملوا كده. انا متاكده 100% ان كل واحده فيكم عندها حاجه مركونه، اللي هي كل شويه تقول ايه، لا انا بحب ريحتها عشان كده مش هستخدمها دلوقتي، خليها لما يبقى في مناسبه، خليها لما مش عارفه ايه. لا انا هستخدم ايه، اصل في منتج تاني عجبني فرحت اشتريته فعايزه استخدمه عشان متحمسه له. فدي كده حاجه عشان تحفزكم كلكم ان انتوا تطلعوا الحاجات اللي عندكم وتستخدموها. وطبعا انا هوريلكم دلوقتي حاجات كتيره من اللي عندي اللي انا ايه هستخدمها خلال شهر 8. وان شاء الله هيكون في فيديو في اول شهر 9 باذن الله لو ربنا احيانا، هعمل فيه برضو ان انا هقول لكم ايه اللي انا خلصته من حاجه شهر 8، وايه الجديد اللي انا هستخدمه في شهر 9 من الحاجات اللي عندي في البيت برضو. وعايزاكم بقى ان انتوا يا اما تكتبوا لي تحت في الكومنتس، بعد ما تشوفوا الفيديو ده للاخر تكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا هتستخدموها. عايزه كل واحده تعمل لي ليست كده طويله، بادي كير، سكين كير، هير كير، كله كده تكتبوا لي ايه الحاجات اللي هي هتستخدمها الشهر ده ومش هتستخدم غيرها. وكمان
هسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي لو حابين ان انتوا تشاركوا معايا الصور بتاعه الامتيز بتاعتكم بعد ما تخلصوا المنتجات، يعني مثلا في اخر ان شاء الله شهر 8 لو حاجه فعلا خلصتوها كانت مركونه عندكم بقالها كتير وخلصتوها بسبب ان الفيديو ده شجعكم، فابقوا ابعتوا لي صورها على الانستجرام وانا هبقى ان شاء الله اعرضها في الفيديو بقى بتاع شهر 9 ان شاء الله. فبس فاتمنى يعني الموضوع ده يشجعكم ان انتوا تخلصوا الحاجات اللي عندكم في البيت، ونبطل اروح البلوجر اللي جوانا اللي كل ما حاجه تطلع جديده لازم نجربها بنفسنا ولازم نقول راينا عنها وكده. انا عايزه ابطل الموضوع ده، عايزه استخدم اللي موجود عندي وهبطل شراء لغايه ما كل حاجه تخلص. مش هشتري غير لما الحاجه فعلا تخلص، ابقى انا خلاص بستخدم اخر حته في اخر كريم، هروح بقى اشتري ساعتها. فبس المقدمه طولت مني، بس حبيت اشرح لكم يعني فكره الفيديو ده والفيديوهات اللي هتبقى مترتبه عليه يعني ان شاء الله في المستقبل. وبس ويلا بينا ايه نبدأ كده على طول. فبما ان انا اتكلمت عن البادي كريم ده بتاع باث اند بادي وركس، فده انا هستخدمه خلال شهر 8. هو لسه فيه كتير يعني، انا يا دوب خلصت بس الحتة دي، هستخدمه بقى ان شاء الله خلال شهر 8. لو خلص هبقى ايه اصرف نفسي يعني، هبقى اقول لكم في الفيديو اللي بعده بقى ان شاء الله اللي هو اللي هعمله في اول شهر 9، هبقى اقول لكم ايه لما خلصته استخدمت ايه بداله، ده لو خلص يعني. بالنسبة للبادي باترز فأنا برضو عندي البادي باتر دي بتاعت ذا بادي شوب، اللي هي السنت بتاعها اسمها بريتش روز، ده شكلها. كنت جايباها برضو السنة اللي فاتت يعني في شهر 7 2023. فهي حجمها 200 ملي وده اللي باقي منها. فبرضو هستخدمها خلال شهر 8، ممكن تقعد معايا شهر 8 و9 لان انا في الصيف مش بستخدم بادي باتر كتير، بستخدمها بس على الاماكن اللي فيها الجلد جاف، فمش بستخدمها كتير قوي. فممكن دي تقعد معايا ايه 8 و9 بس يعني، هستخدمها ان شاء الله مش هستخدم حاجه تاني لغايه ما اخلصها. انا كنت بستخدم معاها البادي باتر بتاعت ابوبا بس شلت ابوبا على جنب، لو انت لسه جديده هتقعدي معانا شويه لسه، فركنتها على جنب وبستخدم دي حاليا. الحاجه التانية من حاجات الجسم ايه، البادي ميست. خليني اقول لكم على البادي ميست. انا هستخدم البادي ميست ده بتاع ايفا. بصوا انا عندي بادي ميست تانية من باث اند بادي وركس، بس يعني البادي ميست يعني عمرها طويل، فانا قلت هستخدم الروائح اللي انا مش برتاح لها قوي. يعني عندي الريحه دي من ايفا، هي اسمها ماسكي جاسمين، هي ريحتها حلوه قوي على فكره يعني ريحتها جميله، بس هي مش ذوقي يعني، مش ذوقي الياسمين ولا ذوقي، انا ذوقي المسك على فكره، بحب المسك جدا بس المسك اللي فيها مش عاجبني. ف يعني انا بقول لكم هي ريحتها حلوه بس مش ذوقي، فعشان هي مش ذوقي انا هحاول اخلصها بسرعه، هي فاضل فيها يعني حبه حلوين فهحاول استخدمها خلال الشهر الجاي ويمكن كمان الشهر اللي بعده. بس يعني خلال شهر 8 و9 ان شاء الله هركز عليها ان انا عايزه اخلصها ان شاء الله. واديكوا شايفين اهي فيها قد ايه، عشان ان شاء الله في الفيديو بتاع اول شهر 9 اوريكوا انا خلصت منها قد ايه. الحاجة التانية اللي هي حاجات الجسم، خلينا نخش على البرفانات. البرفان ده كنت جايباه بنفس الريحة بتاعة البادي باتر بتاعة ذا بادي شوب، وهو فاضل فيه نص او يعني اقل من النص شوية. بصوا هو يعني البرفان ده المفروض ان هو برفان، فيعني المفروض بيثبت ثبات البرفانات يعني اتليست 4 6 ساعات، هو ما بيثبتش ساعة فهو انا بعامله معاملة البادي ميست، فهستخدمه بالتبادل مع البرفان ده بتاع ايفا، البادي ميست قصدي بتاع ايفا. هستخدمه ايه يعني، هبدل لو زهقت من ده هستخدم ده شوية، عشان برضو عايزة اخلصه، هو ريحته حلوة بس ما بيثبتش فعايزة اخلص منه يعني، واخد مساحة عندي على التسريح عايزة اخلص منه. ايه تاني، طبعا الحاجات دي كلها حاجات مقاطعة، فما يجيش حد في الكومنتس يقول لي انت بتستخدمي حاجات مقاطعة، ما هي يعني انا قلت حاجات عندي عايزة اخلصها واخلص منها، عايزة افضي مكان يعني. هو مش معنى انها حاجات مقاطعة انها مش هستخدمها، ما هي عندي هعمل ايه، فعايزة استخدمها عشان اخلص منها. اقول لكم انا خلصتها خلاص هرميها وافضي مكان، لان انا ما بحبش الزحمة. فانا يعني ركنت حاجة المقاطعة لما المقاطعة لما ابتدينا نقاطع يعني، ركنت حاجة المقاطعة على جنب وقعدت اشتري في حاجات لوكال براندز وحاجات مش مقاطعة وكده. فاللي هو طب وبعدين، ما هو الحاجات دي كلها محتاجة حد يستخدمها يعني هنعمل ايه. ف يعني اتمنى ما الاقيش التعليق في الكومنتس من الحاجات مقاطعة وكده يعني. المهم في برضو البرفان ده من اوريفلام، كنت جايباه بقاله تقريبا 4 5 سنين عندي. بصوا هو فاضل فيه شوية قد كده. اسمه ايه، اسمه في حاجة فيها جاردن، مش عارفة والله اسمه جاردينيا او جاردن، يعني هو اسمه في جاردن.
هو حلو، ريفريشنج كده وصباحي وصيفي، فهو لايق على الفترة اللي احنا فيها دي. هو مش بتاع بالليل خالص على فكرة. فيعني بالليل بقى هبقى احط اي برفان من الحاجات اللي عندي مش مشكلة، بس ايه هركز على البرفان ده ان انا احاول استخدمه واخلص بقى شوية اللي فيه دول. عايزين نخلص العلبة دي ونرميها، فده اللي انا هستخدمه الفترة الجاية. ثباته يعني بيثبت من 4 6 8 ساعات يعني في الحدود دي. للسكين كير اول حاجه الغسول، انا نسيت اجيبه جنبي دلوقتي، بس انا بستخدم الغسول بتاع سوبر جلوري. يعني قربت اوصل لنصه هو لسه هو كبير قوي بصراحه، اللي هو عارفينه اللي هو بيكون لونه ازرق ده. فقربت اوصل لنصه، وانا بستخدمه لغسل الوش، وكمان بستخدمه للاندر ارم، وساعات بستخدمه كشاور جل. فيعني ان شاء الله هحاول برضو ان انا اخلص منه حبة كويسين، بس ما اعتقدش ان هو هيخلص في شهر 8 برضو. الحاجة التانية بقى اللي بعد الغسول بستخدم التونر ده بتاع كوزركس او كوز ار اكس، اللي هو ده بالسيكا او بالسنتيلا. هو يعني فاضل فيه مش عارفة هيكون باين نصه او تقريبا نصه او اقل من النص بشوية. هو تونر لطيف كده بيلطف البشرة. انا مش عارفة الفترة دي هو التونر مش خطوة اساسية، بس انا الفترة دي يعني حاسة ان هو خطوة اساسية جدا، لان انا محتاجة تهدي حاجة تهديلي جلدي وترطبه شوية. فبحب بعد ما اغسل وشي احط التونر. كان بقالي يعني تقريبا من 3 4 شهور فاتوا كده التونر ما كانش اساسي خالص، يعني ما كنتش بستخدمه خالص، بس مؤخرا حسيت ان انا محتاجة تونر. فانت يعني التونر استخدامك ليه على حسب انت شايفه انك محتاجه تونر ولا مش محتاجه، لان هو مش اساسي. الاساسي غسول مرطب صن بلوك بس كده. الاسنس اللي هو انا بستخدم حاليا الاسنس ده بتاع كوز ار اكس، اللي هو برضو ادفانسد سنيل 96 ميوسن باور اسنس. اسمه طويل قوي، اللي هو الباور اسنس بتاع السنيل ميوسن. اوكي، فده اللي باقي منه، وان شاء الله هوريكم برضو بعد شهر 8. ما اعتقدش اني هخلصه، بس ان شاء الله هحاول ان انا اخلص منه جزء كبير. انا ده بستخدمه يعني انا بغسل وشي مره واحده في اليوم بالليل، فيعني بعدها بستخدم التونر، وبعدها بستخدم الاسنس. اقصد بغسل وشي بالغسول، يعني انا بس بغسله خلال اليوم عادي بس بميه بس. بالغسول بيبقى مره واحده بالليل. وطبعا يعني غسل بشرتك بالغسول ده بيبقى على حسب احتياج بشرتك. لو انت بشرتك يعني دهنيه او كده هتحتاجي تغسليها الصبح وبالليل، انما انا بشرتي بحس انها مش محتاجه، وانا مش بخرج مش بتعرض لاتربه وكده، فهي مره واحده بالليل بالغسول بتبقى تمام قوي. باقي المرات بتبقى بالميه. نيجي بقى للمرطب. انا بحط مرطب يعني اثناء اليوم، بيبقى اللي هو شان جل، اللي هو السوزنج جل بتاع شان. ده بيبقى كده، هو يعني بصوا هو جل صبار. فانا بستخدمه اثناء اليوم كده بعد الوضوء، لو غسلت وشي اثناء اليوم بستخدمه. بس مش بستخدمه كمرطب ليلي او بالليل يعني وانا نايمه، لان هو ايه برضه جل يعني، فاحنا محتاجين بالليل حاجه كده تكون ايه تقيله سنه، يعني عارفين ترطب كده وتغذي البشره كده. بالليل بقى هستخدم، انا لسه مخلصه المرطب بتاعي اللي هو الاويل فري الترا مويسترايزنج لوشن بتاع كوزريكس. ف يعني انا جبت علبه جديده بس مش هفتحها بقى. عايزه حاليا يعني بجرب اللي هو ده. فهو ده ما يعتبرش حاجه مركونه، لان انا المويسترايزر او يعني المرطبات بتاعه الوش بخلصها بسرعه، لان دي حاجه انا بستخدمها كتير طول الوقت. وبشرتي كمان يعني الفتره دي بحسها جافه، او هي الصيف ده جايه انها جافه. فبستخدم مرطبات اكتر طول الوقت يعني. فانا بقى بستخدم اللي هو ده بتاع الدرماكتيف، اللي هو اسمه اكتي ريبير سيكا كريم. بس الفكره ان انا حاساه مش لكل يوم، حاساه بس كريم ترميمي لحاجز البشره لما يكون حاجز البشره متضرر. فانا يعني بخاف ان انا استخدمه كل يوم، فبحاول ابدل معاه كريمين للاسف. مش عارفه انا مرطبات البشره معايا دي يعني مش عارفه اثبت على واحد بس، يعني غير الاويل فري بتاع كوزريكس ده ممكن اثبت عليه واقعد فتره طويله ما بستخدمش غيره. بس غير يعني لو شلناه بقى من الحسبه بتاعتي مش مش بعرف ان انا اثبت على واحد بس. فانا ده خايفه منه ان انا استخدمه يوميا لا يسد لي المسام ويطلع لي حبوب. فهستخدم معاه خلال اليوم، هستخدم معاه اللي هو ايزن تري. ده لسه جايباه جديد برضو من اللي هو الموقع الكوري اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو اسمه
كوريان ستايل تقريبا. هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه تحت، هبقى اسيب لكم اللينك بتاع المرطب ده. هو بصراحه انا لسه ما جربتوش، فمش عارفه انا هسيب لكم اللينك على اساس ايه يعني. انا لسه ما كونتش عنه اي راي يعني. انا استخدمته تقريبا مرتين، بس هو لطيف يعني مبدئيا لطيف. هو بالهيالورونيك اسيد، وان هو كريم مرطب يعني، وان هو بقى بيقولوا ان هو بيتغلغل لاعماق البشره، وفي مش عارفه 10 انواع من الهيالورونيك اسيد وكده. بس انا لسه يعني ما كونتش عنه رأي. فانا هبدل دول مع بعض عشان خاطر ده ما يسدليش مسام البشره ويطلع لي حبوب. بمناسبة الكريمات دي، انا الكريم ده بتاع انفينيتي، اللي هو اسمه انفينيتي سوذنج اند مويسترايزنج كريم. ده شكله ما مشيش مع بشرتي، حسيت ان هو كان تقيل قوي شويه عليها، فبستخدمه اللي هي السنسيتيف ارياز لما بعمل لها شيفنج. فده برضو هستخدمه. هو بصراحه ما خلصتش منه كتير خالص يعني، هو يمكن حاجه قد كده اللي خلصت. ف يعني ان شاء الله هيطول معانا ده لانه برضو ايه، بستخدمه بس بعد الشيفنج للسنسيتيف ارياز، هيطول شويه ده. بس برضو ايه، ده من الحاجات اللي انا هستخدمها يعني. بالنسبة للسان بلوك، فانا بستخدم او يعني انا كنت بستخدم بتاع ديرماكتيف، وكنت مركزة عليه رغم ان انا فاتحة قبليه بكتير السان بلوك التاني ده بتاع بوبي، اللي هو اسمه اكسترا لايتنينج جل. ده شكله اهو. فده قرب يخلص خلاص اهو. بصوا ده كده فاضل فيه الحبة دول. فان شاء الله هو ده اللي انا هركز عليه في شهر 8 ان انا اخلصه. ولو لو خلصته هبقى بعد كده ارجع لدرماكتيف تاني. وان شاء الله بقى لما اخلصهم اقول لكم ايه الريفيو الكامل عنهم هما الاثنين، واقارن لكم بينهم وكل ده. فدي هتبقى استخداماتي للسان بلوك خلال شهر 8 ان شاء الله. الميك اب برضو نفس الكلام. اول برضو ما المقاطعه ظهرت قعدت ادور على بدايل للكونسيلر ده بتاع فيتمي، وهو لسه في حبه ماشي، في حبه قد كده اهو. اوكي. فان شاء الله في شهر 8 مش هحط اي كونسيلر تاني غير بتاع فاتمي، لان انا رحت قريب اشتريت، وانا لسه اصلا عندي كونسيلرز كتير. رحت اشتريت واحد جديد من اسنس. انا هركن كل الجديد اللي انا جبته ده على جنب، بتاع شي جلام وكله، وهركز على بتاع ميبلين فاتمي. هحاول ان شاء الله اخلصه، او يعني هو بصراحه الحاجات بتاعه الميك اب بتطول معايا كتير جدا. ليه؟ لان انا مش بحط ميك اب كتير، ولما بخرج اصلا ما بخرجش كتير، ولما بخرج بحط ميك اب قليل قوي يعني، لو بحط لحاويس كده وافضل اعملها بايدي كده ومش عارفه ايه. فالميك اب بيطول معايا، فاعتقد ده هيقعد مثلا 8 و9 ويمكن 10. المهم يعني ربنا يحيينا ويحييكم يعني، ويدينا طولة العمر. فان شاء الله هستخدمهم. هو فاضل فيه الحبة دول كده عند من اول ايه، من بعد ميدي، اوكي، من بعد الخط ده. فان شاء الله بقى نشوف في شهر 9 هيوصل لفين. يعني ما اعتقدش انه هيتحرك كتير. المهم برضه من الحاجات اللي عندي بقى لها كتير قوي، تقريبا دي بقى لها سنتين عندي، الماسكارا. انا عارفه بقى ان الناس بتقول الماسكارا اتفتحت بقى تترمي بعدها ب6 شهور والكلام ده. انا ما برميش حاجه يا جماعه، ما برميش حاجه غير لما الحاجه تعفن يعني. لو حاجه فعلا فتحتها لقيتها ليها ريحه عفن او شكلها باظ او كده، ساعتها ارميها. غير كده انا ما بعترفش بالكلام بتاع ارميها وما ترميهاش والكلام ده. لا، انا دافعه في الحاجه فلوس، يبقى هستخدمها ان شاء الله. لو هتقعد معايا 10 سنين مش مشكله. فالماسكارا بتاعت بورجوا دي اللي هي ايه، ناحية كده تطول وناحية تكثف. هي بتبقى هي يعني ايه، نفس الفرشة، بس الفرشة شكلها بيتغير لما بنلف البتاع اللي تحت دي. فهي ان شاء الله قربت تخلص. بس يعني انا ايه، كل شويه استخدمها كده اقول لا لا دي خلاص بتفنش، الاقيها لسه بتدي التاثير. انا هي اللي انا حطاها النهارده، هي تاثيرها بيعجبني. ليه؟ لانها مش تقيله. انا مش بحب الحاجات التقيله، مش بحب يبان ان انا يعني، انا بحب الناتشرال ميك اب لوك. حتى لو فرح، حتى لو اي حاجه، حتى ان شاء الله لو رايحه فين. فهي بتديني الناتشرال لوك اللي هي بتطول الرموش وبتقلها شويه، بس مش بتخليها شكلها اوفر. فان شاء الله برضو هستخدمها خلال شهر 8، واتمنى انها تخلص. الليبستكس، لانه البلاشرز وكده انا بستخدم خلاص هوريه لكم بالمره. بستخدم البلاشر ده بتاع شي جلام. هو ده اللي انا بستخدمه الفتره دي. يعني هو كويس معايا، يعني هفضل استخدمه، لان كده 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 من اصلا يعني. انا بقول لكم الحاجات اللي هركز عليها، فانا كده كده مركزه عليه اصلا، فعشان كده ما قلتش ما اتكلمتش عليه كتير يعني. هحاول انا بالنسبه للليبستكس بقى، او يعني الروج، انا بحط ده دايما من شي جلام، اللي هو الدرجه دي اللي هي اسمها جاتيا.
تمام. فهحاول بقى ان انا اقلل استخدامها شويه رغم انها قربت تخلص برضو، بس هحاول اقلل استخدامها شويه واستخدم حاجات بقى انا ركناها جايباها وركناها. ايه الحاجات اللي انا جايباها وركناها؟ اتنين من فلورمار اسمهم كاسمي مور، فدول اهم الروجين دول، حتى بصوا هما يبان ان درجتهم واحده، بس واحد على بني وواحد على بامبي. اوكي بس يعني ايه، يعني حتى والله مش عارفه دلوقتي، مش عارفه which is which. بس هم يعني هم بصراحة يعني هم على الشفايف نفس الحاجة. ف- فالمهم يعني ان انا هستخدمهم خلال شهر 8، هحاول بقى ان انا استخدمهم اكتر. هم بصراحة الفورمولا بتاعتهم مش احسن حاجة وساعات بيكتلوا كده على الشفايف، بس هستخدمهم عشان لازم خلاص. هم عندي بقى لهم سنتين وشوية، فلا لازم ان انا استخدمهم. آم، كمان هستخدم الروج ده من سيبل، ده شكله هو ما بيثبتش على الشفايف، هو بيدي لون جميل كده، وهو عشان ده شكله يعني مش عارفة هيبقى هو درجته ايه، 5. وهو تحسوه يعني ايه، آه يعني هي دي الدرجة. بصوا هوريها لكم على ايدي، معرفش الموضوع ده هيفرق ولا لا، كده كده الكاميرا بتغير الالوان شوية، بس يعني ايه هو لطيف يعني، عارفين اللي هو يتحط كده وانت قاعدة في البيت، لان هو بيروح مع اي حاجة يعني، بيروح لما تبلعي ريقك بيروح على طول. الليبستيك الاخير بقى اللي انا ان شاء الله ناويه استخدمه، لان هو عندي بقى له سنه، ده اللي هو بتاع برجوا، اسمه درجته رقم 13 تقريبا، 13 اسمها نهاليشس. ف هو صعب شويه في فتحه، معرفش ليه. هو جميل على فكره وثابت جدا على الشفايف وكريمي في نفس الوقت، مش بينشف الشفايف يعني. مثلا الروجات اللي هي بتبقى دي درجته اهي، الروجات اللي هي بتبقى بتنشف الشفايف، بتبقى ثابته، بتبقى بتنشف الشفايف، فهو ده يعني لا هو كريمي وايه ومش بينشف وسيبها. اول حاجه بقى في حاجه الشعر هي الشامبو. بصوا انا الشامبوهين اللي عندي على البانيو يعني او في الحمام، هو الشامبو اللي هو بتاع سيرو بايب، والشامبو بتاع فاتيكا. اوكي. بتاع سيرو بايب ده انا يعني بستخدمه لحد ما اكتر من بتاع فاتيكا. هو طبعا سلفيت فري، فبستخدمه لما احس ان شعري ايه مش متوسخ قوي او مش محتاج يتغسل بشامبو قوي يعني. الشامبو بقى بتاع فاتيكا مش بستخدمه ليه؟ لان انا الفتره اللي فاتت لو انتم متابعين يعني كنت انا ايه جايبه شامبوهات جديده اللي هو بتاع فيفلين، وثلاثه من ايفا، 3 انواع مختلفه من ايفا، جربت لكم منهم واحد، ولسه الاثنين التانيين ما جربتهمش، او يعني جربتهم بس لسه ما قلتلكوش. فالمهم يعني فانا كنت عماله اجرب وايه وسايبه ده غلبان كده مش راضي يخلص يعني. فخلاص انا مش هجرب حاجه جديده بقى، وهستخدم ده لغايه ما اخلصه، ولما يخلص هبقى استخدم بقى ايه حاجه من بتوع ايفا او كده او فيفلين او كده. دول الشامبوهين اللي انا هستخدمهم. ده طبعا عشان فيه سلفيت فمش بستخدمه كتير، بستخدمه مثلا مره واحده في الاسبوع، وده برضو مره واحده في الاسبوع، واي غسله شعر بعد كده بتكون، بس مش لازم ب... بشامبو يعني، ممكن ببلسم او اي حاجه يعني، مش لازم كل مره تغسلي شعرك يبقى بشامبو، فاهمين؟ وخصوصا في الحر اللي احنا فيه ده وبنغسل شعرنا كتير، فمش لازم بقى كل مره هتغسلي بشامبو. اوكي. فيعني لما تحسي بس ان هو ايه محتاج، حاولي كده تحسي بيه. الحاجه التانية بقى بالنسبه للبلسم، فانا فعلا كنت خلصت البلسم اللي عندي جوه، فده لسه يعني ده لسه مفتوح او لسه فاتحاه يعني بقى له يومين تقريبا. فهستخدم اللي هو بتاع سيرو بايب، وده زي ما قلت لكم دي انا بحبه جدا يعني، لو انتوا بتشوفوا الفيديوهات بتاعتي هتعرفوا ان انا بحبه قوي وبتبسط قوي لما بستخدمه. دي تالت علبه على فكره اكررها منه. فهو ده اللي انا هستخدمه ان شاء الله خلال شهر 8. نطلع بقى لا مش هنطلع لسه لسه حمام الكريم. بالنسبة لحمام الكريم ده مركون عندي بقاله يجي كام 4 شهور تقريبا. اللي هو الايفا جولد ارجان حمام الكريم، هو قرب يخلص على فكرة، هوريه لكم من جوه. يعني قرب اهو خلاص. هستخدم بقى شوية دول، ريحته جميلة. هو بصراحة مش احسن لنوع شعري يعني، مش احسن حمام كريم جربته، بس يعني خلاص قرب يخلص، فهبقى اقول لكم ريفيو عنه لما يخلص. بس يعني ايه يعني باين قوي ان هو ما عجبنيش، بس هخلصه ان شاء الله. عموما هو ريحته فعلا حلوه، بتقعد في الشعر كده ممكن يوم بعد الشاور، او يعني ممكن في الحر اللي احنا فيه وكده ممكن تقعد اقل شويه. بس هو لطيف يعني، هو يعني لما بيتغسل تأثيره
بيطولش بعد الغسل يعني. التاني بقى اللي انا عرفتكم بيه كتير جدا، يعني قلت اتكلمت عنه تقريبا، دي سابع مرة اتكلم عنه. هو بتاع ذا باس لاند، فهو برضو عايزة اخلصه، حسيت ان انتوا زهقتوا منه. فاهو يعني هو برضو ايه، هو يبان من بره ان هو لسه مش هيخلص، بس هو يعني لا، هو من جوه اهو بيخلص خلاص بيتهيألي. اديله 3 مرات كمان او 4 مرات بالكتير قوي، وبرضو ايه وهيخلص ان شاء الله. ف يعني دول اللي انا هستخدمهم خلال شهر 8، اللي هم حمامات الكريم. ناقص بعد كده حمام كريم الشعر والسيرم. السيرم هستخدم بتاع تشي. انا كنت بحبه زمان، قلت لكم قبل كده، كلمتكم عنه كتير. قلت لكم ان انا كنت بحبه زمان، بس العلبه دي بالذات حاساها مش حلوه معايا. لا بتدي اي تأثير ولا ريحة ولا اي حاجة. يعني زمان كانت ريحته جميلة، تفتحي العلبة فعلا ريحة تخفف. مش عارفة، ما فيهوش ريحة، او يعني ريحته خفيفة قوي، وتأثيره مش زي زمان خالص. بحطه زي قلته يعني. فهحاول بقى اخلصه، عشان انا يعني زي ما انتوا شايفين كده كرهاه، فعايزة اخلص منه عشان بقى نشوف حياتنا بقى. الحاجة التانية، ده لوريال البيب اللي هو دريم لونج. انا كنت جربت اللاين كله زمان طبعا. وده كان اخر حاجة اجربه تقريبا. بصوا انا جبته في شهر 9 2023 ومن ساعتها على طول بدأنا الموضوع بتاع المقاطعة ده. فكنت راكناه بقى على اساس ان انا بجرب حاجات تانية وكده، وسترونج بيل طبعا، سترونج بيل حبيبي روح قلبي. ف... فهو يعني ما كانش عندي مشكلة ان انا اركن ده على جنب، بس يعني عايزين نستخدمه بقى عشان صلاحيته قربت تخلص. فهو فاضل فيه الحبة دول كده ممكن يكفوني ايه يعني لغاية كم مرة ممكن، يعني عارفين، ممكن لغاية نص الشهر بتاعي. على نص الشهر هكون خلصته، فلو خلصته هرجع استخدم سترونج بيل عادي جدا. بس هتبسط قوي بصراحة لما اخلصه، لان انا نفسي اخلص من العلبة دي وارميها. يعني هو يعني بصراحة، هو يعني عشان ما حدش يقول لي بقى انت بتروجي الحاجة المقاطعة وكده، هو بصراحة مش حلو يعني يا جماعة. اللي هو يعني سترونج بيل برقبته والله العظيم. حتى موضوع الريحة، يعني هو اللاين ده كله كان معروف ان ريحته حلوة، بس هو الريحة في ده مش بحسها بتثبت خالص. وساعات بحسها بتقلب معايا، بحس الريحه يعني، هو مش دايما بحسها بتقلب، بس ساعات لما بحطها على شعري يعني بحس الريحه قلبت بريحه مش حلوه كده. فعشان بس ما حدش يقول لي بقى انت الناس بقى كده ممكن بقى ان هي تروح تشتري مش عارفه ايه اللي هو. خلينا عاقلين. اوكي، اخر حاجه هي زبده الكاكاو، عشان نسيت اكلمكم عنها في حاجه العنايه بالبشره. فزبده الكاكاو بتاعت لونا هي خلاص اصلا فاضل لي فيها حته صغيره كده، فان شاء الله برضو اخلصها في شهر 8. ولو خلصتها عندي 2 بدلها، واحدة ملونة واحدة مش ملونة. الملونة بتاعت رو افريكان، ساعات بستخدمها، ساعات مثلا بحطها وانا رايحة الجيم ولا حاجة كده، ولا نازلة اتمشى، يعني اي حاجة. عشان هي بتدي لون خفيف كده. بس هي بصراحة يعني مش احلى زبدة كاكاو موجودة في الدنيا، ها. ف يعني مش عارفة، حاسة في حاجات أحسن من كده. وإن شاء الله لو خلصت لونا دي قبل ما شهر 8 يخلص، هستخدم بتاعة تشاو. حاساها نفس الفورميلا، نفس كل حاجة، دي لسه جديدة خالص. فإن شاء الله يعني لما أخلص بتاعة لونا هستخدم بتاعة تشاو. وأنا بحب يعني لترطيب الشفايف بالليل قبل ما أنام، بحب استخدم الحاجات اللي هي بجوز الهند، اللي هي من غير لون، لأني بحس إن الترطيب بتاعها بيبقى أقوى بكتير من الحاجات اللي هي ملونة. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. فأتمنى يكون ان الفيديو عجبكم، وتكونوا استفدتوا واتبسطتوا، واكون حمستكم ان انتوا تستخدموا الحاجات اللي مركونة عندكم، والحاجات المسربة واللي في اخر التسريحة واللي في اخر الدرج وكده. واتمنى بجد بجد ان انتوا تشاركوني الحاجات دي وتكتبوها لي تحت في الكومنتس. ولو حابين تبعتوا لي صورتها كمان من دلوقتي على الانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعي بتاع الانستجرام علشان تبعتوا لي صورة الحاجة قبل ما تخلصوها، وتبعتوا لي تاني صورتها بعد ما تخلصوها، كمان كام اسبوع كمان كام شهر براحتكم. يعني الرسالة هتبقى موجودة، فوقت ما تخلصوها بعتوا لي. وعايزانا كده كلنا نتحمس ان احنا نخلص الحاجات اللي عندنا، ونبطل اوفر كونسيوم يعني ان احنا نشتري حاجات واحنا اوريدي عندنا بدايلها في البيت. ف يعني حاولوا ما تشتروش حاجة، او يعني هنحاول ان احنا من اول ما شهر 8 يبدأ كده نحاول ما نشتريش حاجة غير لما بدايلها كلها اللي عندنا في البيت تكون خلصت. وبالتالي ان احنا يعني ده هيساعدنا نوفر فلوس، وكمان هيساعدنا ان بيتنا يبقى مش مكركب، مش هيبقى عندنا كركبة. لان انا فجأة كده يعني كرهت منظر التسريحة عندي كده، اللي هو عليه حاجات كتيرة قوي كده، والادراج مليانة وكده. فيعني عايزين ايه، يعني ما نشتريش حاجة غير لما فعلا نكون خلصنا كل الحاجات اللي عندنا، وتبقى هي
برودكت واحد بس من نوع واحد بس اللي موجود على التسريحة، يعني كريم شعر واحد، برفان واحد، كريم جسم واحد كده يعني، فاهمين؟ ما يبقاش عندنا مليون كريم جسم وهكذا يعني. فبس يعني اتمنى تكون الفكرة عجبتكم بجد واتمنى اكون حمستكم، يعني بجد انا متحمسة جدا للفيديو ده من كل قلبي، ومستنية تعليقاتكم والصور اللي هتبعتوها لي، هتبسط قوي قوي قوي. وبس اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد قريب. باي باي.